طلبتوا مني كتير ان انا اعمل حلقة للمحجبات. النهاردة اول حلقة في سلسلة ان شاء الله هتكون للمحجبات. النهاردة هنتكلم ايه الحاجات اللي المحجبات تتجنبها وتبعد عنها في اللبس ويبقى مش اختيارها ولا في دولابها. تعالوا بينا نشوف. اول حاجه معانا السكيرتس القصيره. السكيرتس القصيره بتلبسها المحجبه وبتلبس عليها بنطلون او شراب تقيل قوي من تحت مثلا، وبتلبس عليها بوت وهاف بوت. ابعدي عن الجيبات اللي على الركبه وفوق الركبه دي تماما، لان تنسيقها مع بقيه الملابس بيكون صعب، وساعات بتلاقي الشكل مع التنسيق مع الحاجات اللي لابساها تحتيها بتبقى دوشه شويه. فابعدي خالص عن الجيبات دي، خليكي في الامان في السكيرتس الطويله او الجيبه اللي هي قبل الكاحل بحاجه بسيطه. احنا عارفين ان الفساتين الضيقه الشتوي طالعه موضه، بس بالنسبه للمحجبات تجنبيها شويه، لان انت بتضطري تلبسي عليها حاجه طويله علشان تداري طبعا تفاصيل جسمك، لانك مش هينفع تلبسيها ضيقه كده وتمشي بيها، فبيبقى تنسيقها برضو صعب. وكمان يعني الفساتين دي في منها كتير اللي طالع برضو اللي هي فيها ضفاير، خدي بالك انها بتدي زياده لحجم جسمك، وكمان بتبقى ضيقه فبتبين التفاصيل بزياده. فابعدي عن الفساتين الضيقه عموما علشان تنسيقها هيكون صعب عليكي. كمان بنات كتير بتفضل التوب الضيق من فوق وبتنسق عليه حاجات من فوقيها واسعه او جاكيت واسع. لو مش هتعرفي تنسقيه بشكل يتناسب مع الحجاب، بلاش التوبات الضيقه من فوق. بما اننا طبعا بنحب كلنا الاوفر سايز، وانا اتكلمت في حلقه قبل كده عن الاوفر سايز ارجعوا لها، ولو هتلبسي من فوق اوفر سايز بلاش تلبسي من تحت حاجه ضيقه قوي. يعني البسي مثلا بنطلونات تكون في الوسط شويه، زي البنطلونات البوي فريند او المانفيت او فلير. وبالنسبه للطرحه لازم نبقى واخدين بالنا كويس ان الطرحه لو منقوشه انت بتلبسي الوان من تحت ساده، ولو الطرحه كمان ساده بتلبسي تحت الوان منقوشه. ممكن تبقى الطرحه فيها ديجراديه للونين، يعني لونين ساده، لو انت لابسه من تحت الوان دي ممكن تبقى لطيفه، انما النقشه مع النقشه هيبقى شكلك اوفر قوي. المحجبه بتحتاج كذا قطعه في ملابسها علشان تكمل الاطلاله بتاعتها، علشان كده على قد ما نقدر نقلل من القطع وكمان من الالوان. يعني لو هتلبسي كذا قطعه اكتر من 3 قطع مثلا، ان انت حاولي تقللي من الالوان عشان ما يبقاش الشكل اوفر او مبالغ فيه. ولو هتلبسي قطع قليله اوريدي خلاص، فانت العبي بقى في الالوان براحتك. وزي ما قلت لكم ان احنا نبعد عن التوبات الضيقه قوي على الجسم، ابعدي كمان عن البنطلونات الضيقه على الجسم. انا عارفه ان في ناس كتير بيستخدموها او بيستغلوها كمكمل للحجاب بتاعهم لبقيه، عشان رجلهم ما تبانش، ايديهم من هنا ما تبانش حاجه كده، بس ابعدي عنهم وفكري في حلول تانية اشيك عمليه، ما تحركيش، يعني ما تسببلكيش ان انت تعرقي مثلا او تسبب لك حرج. فابعدي خالص بقى عن الباديهات والبنطلونات الضيقه، نحاول نشوف لهم حلول تانية بديله اشيك اجدد وتكون احلى. لكل المحجبات اللي بيتابعوني قولولي ايه المشكله اللي بتقابلكم في اللبس، او بتضطروا تحلوها بحلول مش عاجباكوا قوي، واحنا نفكر ونحلها مع بعض في حلقات جايه كتير.